أهلا يا صديقي، فيلمنا النهاردة غامض ومليان إثارة. قصته كلها قايمة على الشك، الإدمان، والبحث عن الحقيقة. قصتنا بعنوان ذا جيرل اون ذا ترين أو فتاة القطار. اديني خيالك ويلا بينا. قصتنا بتبدأ مع ريتشل واتسون، وهي متطلقة. حياتها كلها باظت بعد ما انفصلت عن جوزها توم. الطلاق سبب لها ألم شديد، ومعاه غرقت في الإدمان على الكحول لدرجة إنها سابت شغلها وما بقتش قادرة تكمل حياتها زي باقي الناس الطبيعيين. كل يوم على الله ريتشل بتركب القطر اللي رايح لنيويورك. رايحة فين يا ريتشل؟ رايحة نيويورك. جاية منين يا ريتشل؟ جاية من نيويورك. بس الغريب إنها ما بتسافرش عشان شغلها أو أي نيلة تانية. دي مجرد رحلة يومية بتعملها من غير هدف، عشان تهرب من وحدتها. القطر في طريقه بيعدي على بيتها القديم. هناك بيعيش طليقها توم مع مراته الجديدة أنا وبنتهم الصغيرة. ريتشل مش قادرة تنسى اللي فات، ولسه عيونها متعلقة بقديمه. وفي بيت تاني كده جنبهم بتعيش فيه بنت اسمها ميغان مع جوزها سكوت، بس ايه، تحل من على حبل المشنقة. ريتشل من شباك القطر كانت دايما بتشوفهم، تتأملهم وتتخيل ان حياتها مثالية، حب، رومانسية، سعادة، من الآخر بتنق عليهم. وبالنسبة لها هم الصورة اللي بتعوضها عن حياتها الضايعة. لكن زي ما هنشوف، مش كل اللي بتشوفه العين بيبقى هو الحقيقة. وفي يوم من الأيام وهي راكبة القطر، لمحت ميغان بتبوس راجل غريب مش جوزها. الصدمة دي كسرت الصورة اللي كانت ريتشل رسمها لهم في خيالها، وفهمت ان حتى حياة الزوجين المثاليين اللي كانت بتراقبهم طلعت ايه، اي كلام. بعدها بفترة قصيرة حصلت الليلة اللي غيرت كل حاجة. ريتشل كانت سكرانة طينة، نزلت من القطر قرب بيت توم. فاكرة لقطات كده بس مشوشة، صراخ، حد بيشدها، ضلمة كحل. تاني يوم صحيت ووشها مليان كدمات، مطحونة، وهدومها ملطخة بالدم والطين، لكنها ما افتكرتش أي حاجة. وفي نفس الليلة دي ميغان اختفت. الأخبار في كل مكان عن اختفاء ميغان، والشرطة عمالة تحقق. الشرطة بدأت تشك في كل الناس اللي حواليها، ومنهم سكوت جوزها، وكمان ريتشل لأنها كانت موجودة قريب من مكان الحادث. الغريب إن ريتشل نفسها ما كانتش عارفة هل ممكن تكون عملت كده فعلا من غير ما تفتكر. ريتشل بدافع الفضول راحت لسكوت وقالت له إنها شافت مراته مع راجل تاني. سكوت اتصدم طبعا، بس زاد شكه إن ميغان كانت بتخونه فعلا. ومع الوقت نكتشف إن ميغان كانت بتروح لدكتور نفسي وبتحكي عن ماضيها، إنها فقدت طفلها وإنها عايشة في اكتئاب وضياع. ده بيأكد إن حياتها ما كانتش مثالية زي ما ريتشل كانت متخيلة. الحقيقة الصادمة، التحقيقات بتكشف إن ميغان كانت بتشتغل جليسة أطفال عند أنا زوجة توم. ومش بس كده، كانت على علاقة سرية مع توم نفسه. وبنكتشف إن توم اللي خان ريتشل قبل كده مع أنا، رجع وخان أنا مع ميغان. شخصيته الحقيقية بدأت تظهر، أناني ومخادع وعنيف. طيب إيه اللي حصل لميغان؟ في ليلة اختفائها ميغان صرحت توم إنها حامل، والطفل ممكن يكون منه. توم اتجنن وراح واكلها قلمين، وبعد كده راح مخلص عليها، وطبعا دفن جثتها علشان يخفي الجريمة. مع الوقت ريتشل بدأت تفتكر صور من ليلة الجريمة. افتكرت انها شافت توم مع ميغان، وافتكرت كمان ازاي كان بيعاملها بعنف زمان وهما متجوزين. كل حاجة بدأت تركب كده زي قطع البازل، ووصلت للحقيقة. توم هو اللي قتل ميغان. ريتشل قررت تواجه توم، دخلت بيته وقالت له انها عرفت كل حاجة. هو حاول يقنعها انها مجنونة وان ذاكرتها مشوشة، لكنه في الاخر فقد السيطرة على نفسه وهجم عليها. لكن المرة دي ريتشل ما كانتش الضحية. مسكت حتة حديدة وطعنته بيها بغل. هوب، طب ساكت. انا اللي شافت اللي حصل، فهمت الحقيقة كاملة. الراجل اللي ساب ريتشل علشانها واللي كانت فاكرة انه مثالي، ما كانش غير مجرم كداب ابن تيت فيه كل الصفات. في النهاية بنرجع نشوف ريتشل في القطر مرة تانية، لكن المرة دي مختلفة. مفيش خمرة وفايقة كده، مش متدهولة، مش بتراقب بقى حد ولا بتبص على حد. وشها ثابت، واخيرا بدأت صفحة جديدة. ما تنساش يا صديقي لايك وسبسكرايب، وقول لنا في الكومنتس ايه الافلام الجاية اللي انت عايزها.